بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض المسقعه على طريقه المحلات. بس قبل ما ابدا الفيديو عايزه اشكر الناس من داخل مصر وخارج مصر، كل الناس اللي بتشترك من القناه، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. دلوقتي انا جبت البتنجان وقطعته قطع اهي، وبطاطس برده قطعتها، وهنحمر واجري مع بعض واحنا بنقلب. حطيت حله اهو، هنقلب بقى التقليه بتاعه المسقعه. دلوقتي انا بحمر البطاطس، ماشي. نقلب تقليه انا بعملها بكل يا جماعه، ماشي. حاطه فصين توم وعليهم كزبره، ماشي، وشويه زيت اهو. طبعا كلنا شاطرين ما شاء الله، بس بقول يمكن حد ياخد معلومه كده ولا كده، او احنا برضو بنستفيد من بعض. الطريقه دي بيعملوها في المحلات يا جماعه، عشان كده تحس المسقعه بتاعت المحلات طعمها حلو. مش بيعملوها ببصل، لا بيعملوها بالتومه. معلش على صوتي، عشان برضو لسه برضو عندي شويه برد برضو. نحط شويه كزبره، شويه كزبره كده، نقلب. خلاص كده، هي كده. نحط بقى شويه خل، نقلب كده كله. نحط بقى القوطه المعصوره، نسيبها بقى تتسبك ونيجي مع بعض. توابل، شطه وكمون وفلفل اسود وكزبره. هنقلب بقى كده. لو عندك اطفال بقى ما تحطيش الشطه اللي هي الحراقه، حطي بابريكا برده بتدي طعم برده حلو. نسيبها بقى تتسبك، ماشي. عملنا البطاطس، هنحط بقى البتنجان. طريقه سهله طبعا، كله عارف ان شاء الله، بس فكره اللي هي التسبيكه دي بس هي اللي تتغير. بس في ناس بتعمل مسقعه بتنجان بس، في ناس بتحط بطاطس، انا بحط بطاطس بتنجان وفلفل بس بيعملوها، حسب كل واحد ما بيحب المسقعه عامله ايه. كده بقى كده يتحمر ونيجي مع بعض. حمرناها طلعناها تمام، ماشي. نسيبها بقى البتنجان يتحمر ونيجي كده. خلاص التسبيكه اتسبكت اهي، وادي الفلفل والبتنجان، ماشي. هنحطه بقى ونقلب مع بعض ونيجي نشوف في الاخر. حطينا بقى البتنجان والفلفل وكله بقى كده، ونقلب ونسيبها 5 دقايق بس، عشان تاكل مع التسبيكه كده. وبعد كده نقفل عليها. بصوا منظرها ما شاء الله، ولا تقولوا بقى بتاعت المحلات ولا اي حاجه. يعملوها بالطريقه دي، يعملوها بالثوم، ما تعملوش بالبصل، ماشي. طعمها بتبقى خرافه بالمنظر ده كده، وبألف هنا والشفا.